أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من قناتكم كورة وبس. نبدأها من إنجلترا. تشيلسي يوجه صدمة لريال مدريد. وجه نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الراغب في التعاقد مع الجناح البلجيكي الدولي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقرر نادي تشيلسي تقديم عرض من أجل استمرار إيدين هازارد في صفوف الفريق لسنوات طويلة بناء على رغبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الطامح في الحفاظ على استقرار الفريق من خلال بقاء أبرز نجومه. ويفكر هازارد بجدية في وضع الحبر على الورق والبقاء في ستامفورد بريدج لسنوات أطول ورفض فكرة الرحيل إلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية بنهاية الموسم الجاري. وينتظر أن يصبح هازارد اللاعب الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي في حال قام بالتوقيع على عقده الجديد. نذهب إلى فرنسا. عرض مجنون من ريال مدريد لخطف مبامبي. رفض نادي موناكو الفرنسي عرضا ضخما من ريال مدريد الإسباني الساعي لاستقدام المهاجم الشاب كيليان مبامبي. تقارير صحفية بريطانية قالت إن النادي الملكي عرض 103 ملايين جنيه استرليني لقاء الحصول على خدمات مبامبي، إلا أن إدارة موناكو ردت بالرفض. وقد نجح المهاجم البالغ من العمر 18 عاما في تقديم موسم مذهل مع فريقه الذي توج بالدوري الفرنسي، فقد سجل 24 هدفا في 41 مباراة لعبها. كما قاد نادي الإمارة للوصول إلى الدور نصف نهائي دوري الأبطال أوروبا. ونذهب إلى برشلونة. نيمار يريد الانتقال لمانشستر يونايتد لهذا السبب. أكدت تقارير صحفية إسبانية على رغبة نيمار الرحيل عن برشلونة الصيف القادم والانتقال لمانشستر يونايتد. وبحسب تقارير أخبر نيمار والده برغبته بالرحيل، حيث لا يريد التواجد بظل ميسي بظل سعيه لفرض نجوميته والحصول على الكرة الذهبية. وكان مدرب مانشستر يونايتد جوزي مورينيو قد أكد على صعوبة ضم نيمار. والآن مشاهدينا ننتقل إلى جولة في الصحافة الإسبانية، ونبدأ من صحيفة الآس. غلاف الآس. إسكو للليغا. الحكم النهائي في الليغا. ريال مدريد يريد نقطة واحدة ليصبح البطل، وبرشلونة يحتاج معجزة. زيدان. هناك الكثيرون لا يريدون أن يكون مدريد البطل. إلى صحيفة الماركا. على بعد نقطة واحدة. زيدان سافر إلى مالاغا بكامل الفريق. سيبيليس محمية تأهبا لحدوث حفل محتمل الليلة. نذهب إلى صحيفة الموندو. اليوم سيشهد حسم الليغا. البارسا سيتوج باللقب في حال فاز أمام إيبار وخسر الريال أمام مالاغا. لاعب برشلونة السابق ساندرو راميريز سيفعل ما بوسعه ليكرر ما فعله تينيريفي سابقا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.